أنا على التليفون الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين المصرية. ازاي الصحة يا فندم؟ اهلا بيك يا استاذ يوسف واهلا بكل مشاهدينك الكرام. ربنا يحفظك يا رب. عندنا هم سؤالين يا فندم ما لهمش ثالث. أول حاجة موضوع الزيت، لحد دلوقتي لسه الناس بتشتكي. أنا معاك إن في نقص زيت، بس الحمد لله دلوقتي تم استكماله يمكن بنسبة 80%، وده كان راجع يا استاذ يوسف. المعروف إن مصر بتستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيت الخام من الخارج، وكان حصل بعض النقص خلال الفترة الأخيرة بسبب تعثر بعض السفن في دخول الموانئ، لكن الحمد لله احنا تعاقدنا حاليا على أكثر من 105,000 طن زيت، وحاليا جاري استكمال النقص اللي موجود في سلعة الزيت، ويوميا دلوقتي بيتم ضخ أكثر من 2500 طن زيت، وخلال إن شاء الله 5-6 أيام على الأكثر يتم توفير الحصة بالكامل للزيت على كل محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية. طيب أنا أقدر أقول إمتى إنه الزيت يوصل بآلات التموين والمجمعات؟ لا هو موجود حاليا دلوقتي، بس في نقص يمكن بحوالي 20%. أنا معاك. اللي احنا إن شاء الله في خلال أسبوع يا أستاذ يوسف بإذن الله هيبقى ما فيش فيه مشكلة نقص الزيت. احنا صورنا في الفيوم النهارده ما كانش فيه حاجة، مفيش زيت خالص، مش نقص. لا مفيش. هو في زيت موجود يا أستاذ يوسف، بس هو مش كميات. من يومين بالظبط. المفروض في موجود في عند محلات البقالة التموينية، لكن هو كان بيعطي المواطن مثلا المواطن له 4 ازاز كان بيدوا له ازازتين زيت، ازازه زيت. فعلا كان في نقص. كانوا بيدوا لهم ازازه تحديدا. ما يبقى في زيت موجود اهو، بس هو في نقص، لكن ان شاء الله باذن الله وبطمن الساده المواطنين خلال اسبوع مش هيبقى في مشكله في الزيت نهائي، لان المصانع دلوقتي بتشتغل بكامل طاقتها وبنضخ حوالي 2500 طن يومي. حلو، يعني انا اقدر اقول ان الازمه دي منتهيه بعد 5 ايام من دلوقتي، ويمكن اقل باذن الله. اقل باذن الله. طيب خلاص، يعني انا السبت الجاي بعد اذن حضرتك هستاذنك ان انا اتصل تاني.